السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في أحسن حال. فيديو النهاردة هيعجبكم بإذن الله، لأن لقيت ناس كتير جدا بتسأل عن إزاي تنظف الاستانلس والألمونيوم وترجعهم جداد بس من غير مواد كيماوية، ومن غير ما تحطي مواد على مواد انت مش عارفة التفاعل بتاعها هيوديك لفين. لو عندك طقم حلل مركون مش بتستخدميه عشان قدم طلعيه. لو عندك حاجة تعبتي فيها من الدعك، سواء كانك القهوة او براد الشاي او حلل او لبانة او اي حاجة تعبتي من الدعك فيها زي المواعين العادية، بالفرش بالسلكة وبالصابون وبرضه ما بتطلعش، هاتي كل ده وتعالي كده اقعدي اتفرجي على الفيديو وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحطي بس في البداية لايك للفيديو، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زرار الجرس. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف هنمشي الحاجات الصعبة دي ازاي بكل سهولة ويسر بإذن الله. شايفين عاملة ازاي؟ اول حاجة كده هنعملها مع بعض ان انا فكيت اليد بتاعة الكازارولا او اللبانة. ليه؟ علشان اعرف احطها في الحلة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. فكيتها فبقيت معايا 3 اجزاء، اليد والحتة الحديد دي والمسمار. ايه رأيكم في التحول الرهيب ده ومن غير مواد كيماوية؟ شايفين اللمعة بتاعت الاستانلس؟ شايفين الاسم والماركة اللي كانت يعني خلاص مش باينة اصلا؟ بصوا اللمعة اللي بتلف معانا دي. بإذن الله الفيديو هيعجبكم ويستاهل لايك، وقولولي في الكومنتات برضو الفكرة عجبتكم ولا لا، ولما تطبقوها قولولي رأيكم. في حلة قديمة او اي حلة عندك بس تكون كبيرة، هنملاها بس الا ربع شوية. تمام، هنملاها الا ربع كده ونحطها على النار. المية تسخن معانا وهننزل فيها كوباية خل كبيرة. تمام. في ناس بتقول بتجيب خل من عند الصبانة، بس انا معرفوش، انا بجيب الخل اللي هو الازازة العادية بتاع السلطة العادي ده. تمام. وجبت كده يعني عندك انت بتحوشي قشر الليمون هاتيه، عندك ليمونتين كده يعني قدام شويه في التلاجة هاتيهم، ما عندكيش هاتي ليمونتين عاديين من اللي بتستخدميهم او ليمونتين ونص، يعني المتوفر عندك. عايزه يعني تاجلي الوصفه دي لحد ما تجمعي كام ليمونه معصوره، تمام جدا مفيش اي مشكله. عندك اكتر من كده حلو قوي يعني. تمام. انا مرضتش اكتر لان ما كانش عندي ليمون قديم كتير، ومرضتش استخدم قوي من اللي هو الصحيح يعني. دلوقتي نزلت الكنك اللي كان معانا، كنكتين القهوة هنزلهم واحدة واحدة، بس الحلة هتاخد الاتنين مع بعض. انا المية بالنسبة لي كانت قليلة شوية، فانا هبقى ازود الحلة يعني قدام شوية في الفيديو ازودها شوية مية. دلوقتي حطيتهم وسبتهم لما يغلوا. انا استعجلت عليهم بصراحة عشان كده هياخدوا معايا وقت سنة، لكن انتي سيبيهم 5 دقايق، سيبيهم 10 دقايق، كل ما تسيبيهم هيبقى سهل بالنسبة لي. بنسمي الله كده ونبدأ. سلكة مواعين الناشفة دي حطيت عليها شوية صابون مواعين وحطيت خل. انا بستخدم صابون مواعين فيبا تحفة وخارج المقاطعة كمان. تمام. دلوقتي بقى بمسكها بالسلكة بدعكها من كل حتة، ويعني ايه اتعافي عليها على قد ما تقدري. هي ان شاء الله يعني مش هتاخد حاجة في ايدك بإذن الله، بس زي ما قلت لكم ان انا اتسرعت شوية عليها وخرجتها من على النار. ايه رأيكم في اللمعة؟ تحفة. تحفة يعني، حاجة تشجعك كده تطلعي كل الحلل والحاجات القديمة اللي عندك وتبتدي ان انت ترجعيها جديدة تاني. عايزه اقول لكم بالمناسبه، شايفين الطقم الاسود اللي في الاخر ده طقم التوابل؟ ده انا اللي عاملاه في البيت بايديا، وبصراحه غير شكل المطبخ عندي وخلاه تحفه. وتشوفيه كده تحسي ان هو طقم توابل من الغاليين دول. تمام. انا عاملاه مقاسات، عامله الكبير وعامله الصغير. دلوقتي انا لقيت في حتت لسه فيها سواد، فبرجعها تاني في الحله لان زي ما قلت لكم استعجلت عليها، وبجيبها مره تانية ان انا ادعك. اول ما بتبقى لسه طالعه من الحله وابتدي ادعك، دي سوري دي الكنكه التانية، اول ما بطلعه وهي سخنه وابتدي اعمل بيطلع على طول. فهتحسي ان في حته هتغلبك، نزليها في الميه اللي بتغلي على النار وترجعي تاني. اوعي تقفلي على الميه طول ما انت شغاله، سيبيها النار والعه عليها. هبتدي ان انا ادعك في الكنكه التانية. الكنكه الاولى زي ما انتوا شفتوا بقيت يعني ايه فله كده. لما حسيت ان لسه حته فيها سواد اكتر رحت حطاها في الحله تاني على الميه المغليه، سبتها دقيقتين 3 ورجعتها تاني.
يعني الفيديو ده كنت بعمله على استعجال شوية، فانت لما تيجي تعملي الوصفة دي ما تبقيش وراكي حاجة عشان ما تبقيش مستعجلة، لان الاستعجال ده برضو خلاني ان انا ما عرفتش اكمل اعمل براد الشاي، فعملت بس اكتفيت بالكنكتين واللبانة. والمرة الجاية بإذن الله هعمل لكم براد الشاي وطاسة الزيت. طاسة الزيت دي مشكلة عند ناس كتير. وانتي بتتفرجي كده صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي جه وقت اللبانة، شايفين السواد اللي هي فيه؟ هيطلع ازاي ده ولا تقشير ولا اي حاجة. بس نصلي على الرسول وكل حاجة هتبقى معانا سهلة بإذن الله، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اكتبوا لي بتتعاملوا ازاي مع الحلل اللي تقدم عندكم بالمنظر ده، بتعملوا معاها ايه يعني؟ مهما دعكتي بالسلكة فيها والحاجات برضو مش بيطلع، فبتعملي ايه؟ بصوا اللمسة اللي تحسسك بتفاؤل كده، شايفين السواد اللي تحسيه لازق ده؟ بصوا، انا دايما كده هعمل لكم، اتنقل لكم اصعب الحاجات المركونه واطلعها عشان اوريكم ازاي ان انت تتخلصي من الحاجه اللي مخليالك منظر الحاجه قديم وترجعيها جديده لنج تاني بلمعه الاستانلس. بس ما تنسوش، لان تعبت فعلا في تصوير الفيديو ده، لايك للفيديو واشتراك في القناه، فعلوا زرار الجرس وتقولوا لي كومنت حلو كده برايكم. وكالعاده بتتابعوني من انهي بلد. الفكرة ان انا بدعك جامد ان انا مش عارفة املكها، يعني مش عارفة امسكها من انهي ناحية، وخصوصا ان هي سخنة اصلا. عايزة ارشح لكم فيديو جميل جدا 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 فعلا، ويعني من اعلى الفيديوهات مشاهدة على قناتي، وحقق المشاهدة العالية دي خلال ايام. فيديو صناعة غسالة اطباق في البيت من غير ولا مليم. فعلا الفكرة بتاعت الفيديو ده فرقت في حياة ناس كتير في موضوع المواعين، وبقت سهلة جدا 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 بالنسبة لهم عن ما كانت بتاخد ساعات معاهم. فلو حابين تشوفوا الفكرة بتاعته ارجعوا للفيديو تاني هتلاقوه على القناة. وكمان فيديو صناعة قاهر الدهون في البيت من غير ولا مليم، ارجعوا له ده برضو، لان هيرجع لكم عيون البوتاجاز جديدة لانج من غير ما تستخدموا الحاجات بتاعة الشركات الصعبة، اللي هي اوقات ناس كتير فعلا وناس اعرفهم اشتكوا ان هي بوظت لهم البوتاجاز وشكله وبهت. دلوقتي انا مسكت اليد بتاعة اللبانة ودعكتها اليد الخشب والحتة الاستانلس الصغننة اللي بتبقى رابطة من دي. كل ما الاقي ان في حتة يعني ايه هتزرجن معايا كده، اقوم واخداها تاني على الحلة السخنة على النار وجايباها على طول ماسكاها بالفوطة كده لحد ما اقدر امسكها بايدي وادعكها. خلوا بالكم يا جماعة لما تجيبوا المنتجات من شركات اللي هي بتاعة التنظيف، سواء للانتريه هتنضفي الانتريه بتاعك او هتنضفي البوتاجاز او كده، اقروا الاحتياطات بتاعتها كويس جدا، لان في ناس كتير فعلا اشتكولي من فكرة ان هم جابوا الحاجات القوية او اللي هي اصلا في الغالب بتبقى بتاعت مصانع او كده، جابوها واستخدموها وراحت بوظت لهم شكل البوتاجاز، بهتت العيون، بهتت الاستانلس بتاع البوتاجاز. او حتى الانتريهات برضو اشتكولي من فكرة ان هو استخدموا منتج معين لشركة معينة، اللي هو المفروض بينظف الانتريه، يعني انتريه فاتح فتوسخ فيه بقع بتاع، استخدموها هي مش بقعت الفرشة بقت ملطشة كده اللي هي مبقعة. فاقروا الاحتياطات كويس وحاولوا تعملوا حاجات في البيت، بس مش مواد كيماوية على بعضها. انا قريب جدا باذن الله هنزل لكم وصفة تحفة انا معتمداها عن نفسي، لان انا الانتريه بتاعي فاتح، معتمداها في تنظيف الانتريه بتاعي وفظيعة، مش هتاخد منكم وقت، وقريب ان شاء الله انزله لكم. يبقى احنا كده بالشكل ده حولنا من الشكل ده، من السواد ده، من الصعوبة دي، من انك مش عايزة تطلعي الطقم ده اصلا، للجمال ده والبريق ده والجمال ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش زي ما اتفقنا لايك للفيديو، دي حاجة بتفرق معايا جدا وبترفع الفيديو يشوفوا عدد اكتر، وكومنت برأيكم، واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.